علاء المحلاوي ضحية الغدر، ضحية الخيانة. علاء شغال وبيساعد ابوه ودراعه اليمين. علاء راح غدر قدام ابوه، ابوه شاف ابنه بينتهي حياته قدامه، والسبب يعني حاجة لا تستحق ان يزهق روحه بهذه الطريقة. معانا والد علاء عم ابراهيم، هنعرف منه التفاصيل اللي حصل. بقال الله. قال الله أعلم. عرفنا عم ابراهيم ايه اللي حصل. علاء عنده كام سنة الاول؟ 24 سنة. متجوز؟ لا مش متجوز. علاء بقى قول لي يعني شغال معاك، شغال ايه؟ حضرتك احنا معانا اتوبيس نقل عمال يعني. معايا مكتب انا نقل عمال. تمام. يعني علاء شغال معاك سواق؟ شغال معايا سواق. كان دراعك اليمين علاء؟ دراع الكبير. هو الكبير اكبر ولادك. كبير فكان سندي يعني. فطبعا انا معايا ورديه نقل عمال جمعيه الوفاء والامل، فباجي الساعه مثلا 5 ولا حاجه. هو طبيعه الوقت كنا في رمضان، فبيطلع يعمل دور قبل الفطار وبيكمل بعد الفطار، بيفطر معانا وينزل هو واخوه يشتغلوا في الشارع يعني. فطبعا اخوه نزلوا بعد الفطار، كان بيحمل عربيه وعلاء مستنيه على الشارع. فبص لقى العربيه على مرمى البصر كده، ان الشارع عرضه 50 متر يعني، تشوف من بعيد لو كيلو عربيتك تعرفها يعني. فالعربيه طولت في الوقفه، فراح يشوف لقى 2 ولا 3 موقفين اخوه وحاطين مكنه قدامه. فطبعا راح لهم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. بيهدي الدنيا بقى، والموضوع مش مستاهل يعني. الموضوع مش مستاهل بقى، ويعني لسه مصلي المغرب وكلام من ده. ف ما عجبهمش الكلام، لا انت هتمشي ولا الاتوبيس هيمشي ولا اخوك هيمشي اللي انت جبته ده. طب ايه السبب يعني؟ كان ايه السبب؟ السبب عمليه ازدحام طريق، هم جايين عكس اولويه المرور يعني، التانيين جايين عكس الاتجاه. هم جايين عكس الاتجاه، فازاي هم 3 وشايفين بقى واحد لوحده، فيفتروا عليه المهم علاء قال لهم كل سنه وانتم طيبين. طبعا ما اقتنعوش بالكلام ده، لان هم خارجين يرزوا في مخاليق ربنا. فطبعا زق المكنه من قدام الاتوبيس ومشى الاتوبيس، اخوه خده ومشي ومسك فيهم ومسكوا فيه، الناس حشوهم وتمام التمام، وجه على الشارع. فطبعا اللي انا بحكيه لك ده انا ما شفتوش. تمام. بس الله يرحمه اللي كده كله مشي خلاص، كل واحد روح. الله يرحمه هو اللي حكى لي ايه اللي حصل كذا اللي انا قلته ده. تمام. قلت له طب خلاص، فسابني ومشي. قعدت اشوف المشكله دي مع مين واروح احلها. فطبعا يا دوبك جابوا لي كرسي وقعدت على الشارع كده وشربت شاي ومش عارف ايه، وقلت اشوف اي مكنه ولا اي عيل ياخدني وراه على المكنه اشوف هو بقول له الناس دي منين؟ قالوا لي من شقل من شارع ليبيا. قلت له خلاص يعني روح انت. مشي هو. ببص انا قاعد بشرب الشاي على ناصيه الشارع عندنا. انت في نيتك كل ده انك تروح تراضي الدنيا؟ ايوه، والامور عاديه مفيش نعمل مشاكل مع حد، لان احنا معانا عربيه في الشارع. تمام. وعلى طول في الشارع. احنا في الشارع ما ينفعش عادي اي حد لو عمل مشكله، لان معانا اتوبيس في الشارع ما ينفعش. تمام. وانا قاعد ببص لقيت 30 40 شاب جايين داخلين على الشارع عندنا. قمت واقف قدامهم طبعا. بس المهم لقيت معاك. لقيت طبعا اللي قتلوا طبعا ده بيتكلم معاه ومش عارف ايه. المهم لقيت واحد من ورا قام ضارب طلقه نار، اللي هو سبب المشكله اساسا. نطلع فوق يا عم ابراهيم، معلش. نطلع فوق خليك. اطلع فوق، ارجع ورا شويه. تمام. المهم اللي معاه المشكله نفسه قام بقى ضارب طلقه. الدنيا هاجت طبعا. فيها بقى يعتبر 4 محلات كده كانوا مبنيين في الثوره. ففيهم بقى طوب وازايز حاجه ساقعه من اللي موجوده دي. طبعا الناس هاجت لما الطلقه انضربت. جروا العيال. الثاني ده اللي قتله دوت طبعا ماشي بظهره ورافع البندقيه، فانا ماشي قدامهم برجعهم في امان يعني. فحضرتك ابني طبعا خاف عليا، وبص لقيته جنب مني. بعد اجيب كرسي من اليمه الثانيه الرصيف بس كده، لقيت الطلقه انضربت وابني وقع في الارض قدامي. فاهمني؟ فطبعا انا ذهلت من الموضوع. لقيت بقى جريوا وضرب نار شغال تاني. جبت ترابيزه كده وبقيت احوش ضرب النار عن ابني وعن الجماعه اللي بيشيلوه عشان يشيلوه. كل دولت على ابنك قدامك وانت شايف انك هم لموا لمتهم بقى. المشكله الاولانيه خلصت، لموا لمتهم ورجعوا تاني على فين؟ على عندنا. واخد بالك؟ كل ده حصل قدام الشارع عندنا.
فطبعا قلت اشوف الناس دي مين، ما انا ابني هيروح المستشفى هنسال مين دول، هقول لهم ما اعرفش، ما ينفعش. فطبعا مشيت وراهم وجريت وراهم حصلتهم. اللي فوق دوت اللي هو قتله دوت، بقول له انت اللي هتحاسب على الدنيا بحالها. وطبعا هم كتار لان ما فيش حد من عندنا جه معايا. انا قلت اعرف الناس دي منين، مش اكتر من كده. المهم طبعا ايه، قاموا مسلكينه من ايديا، وببص كده عشان ارجع تاني لقيت ابوه في ايه، في وش ابوه يعرفني وانا اعرفه. طلعتوا معرفه. احنا نعرف بعض. ايوه. فقال لي هو ابنك؟ قلت له اه. هي المشكله معاك؟ قلت له اه. فخد قلت له خد ايه اما اشوف ابني. فطبعا سبته ورجعت لقيت طبعا زمايله شالوه راحوا بيه المستشفى. كل ده انت ما تعرفش ان ابنك حالته خطر؟ لا، ابني كان داخل بعد العشاء، ميت تاني يوم الساعه 1 الظهر. بس هم كانوا مستنيين سرير يفضى في اي مستشفى عشان البلي كان في صدره وفي قلبه. فطبعا اتصالات برئاسه الوزراء يعني اللي ضربه في الوش. لا الوش، هو كان بيرجع بظهره ووشه لينا طبعا. يعني زي ما انا وحضرتك كده. تمام. هو بيرجع بظهره طبعا، الهجوم جاي من عندنا من هناك، فلما اضطر يرجع هو بايه؟ بظهره. اللي جاي وشه ليه، هو وشه لينا. انا مجرد ما عديت الرصيف المتر دوت بس عشان اجيب الكرسي واضربه او اضرب السلاح اللي في ايده. عايز توقع السلاح من ايده عشان ما يضربش حد. عشان ما يضربش حد. كانت الطلقه انضربت. ببص كده لقيت طبعا 100 واحد ايه. يعني انت حبيت تحفظ الدماء وبتحاول توقع السلاح من ايده، جت في ابنك قاصد خير، جت في ابنك. انا ما لحقتش اخد الكرسي، كرسي عم الواد السبب خده من قدامي كمان، ما مسكتش الكرسي بايديا. فطبعا علاء الله يرحمه في المستشفى ما قالكش حاجه قبل ما يموت، ولا انت ما كنتش بيتكلم؟ لا كان بيتكلم وكل حاجه. حكى لك على اللي حصل؟ ده هو حكى لي كمان قبل ما ينضرب. وانتوا قاعدين لسه قبل ما تروح؟ قبل ما ينضرب اللي انا حكيته ده هو حكوهولي. ما انا نزلت ايه اللي حصل، قال لي حصل 1 2 3. يعني اللي انا حكيته ده كله قبل ما ينضرب. لكن بعد ما انضرب طبعا ايه، كل اللي عليه سامحوني بس مش اكتر. ربنا يصبرك، ربنا يصبرك. طلباتك ايه؟ طبعا العين بالعين والسن بالسن والقصاص العادل بتاع ربنا وحق ربنا. ربنا اسمه الحق واسمه العدل. احنا عايزين حق ربنا، الاعدام، النفس بالنفس. النفس بالنفس. واحنا كلنا ثقه في القضاء العادل، القضاء المصري. احنا طبعا بنثق واحنا ماشيين وراه من شهر رمضان. احنا ورا القضاء وواثقين في اسم اول شبرا الخيمه اللي احنا تابع ليه، وواثقين في القضاء بتاعنا ان الناس دي هتجيب لنا حقنا، لان ربنا الحق والعدل، هما بينفذوا الحق والعدل على وجه الارض اللي احنا واقفين عليها دي. ربنا يصبرك يا عم ابراهيم. ده علاء رحمه الله عليه، يعني راح ضحيه الغدر، ضحيه الخيانه، علشان اولويه المرور، وعلاء ماشي في طريقه والاثنين جايين عكسي يوقفوه وعايزين ياخدوا يعني يتشكلوا معاه. هو في اكل عيشه، شهيد لقمه العيش ان شاء الله يعني.